السلام عليكم. شوفوا الجو سبحان الله العظيم كيفاش كيتبدل ليله وضحاها. اخر مره كنت شاركت معكم في الريل ملي كان الثلج، هاد البلاصه هاد الواد كله تجمد. شوفوا سبحان الله القنطره دابا فيها الحياه، مبقاش نهائيا حتى حاجه مجمده. شوف الماء كيفاش كيسيل في هاد الواد، سبحان مبدل الاحوال. واحد السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في القناه. معكم سميه. الناس اللي اول مره كتدخلوا هذه القناه، قناتنا سميه زهير، كندير فلوغات من الولايات المتحده الامريكيه. كنتمنى يعجبكم هذا الفلوغ. اللي عجبكم المحتوى اكيد شاركوا في القناه. اليوم شاركت معكم هذا الفلوغ النهار اللي خرجنا كنتمشاو كما كتشوفوا في الدريبه ديالنا انا ووليداتي. كان الجو زوين وكان ربيعي بامتياز. دخلت للدار درت رفيسه بالدجاج البلدي او الفروج البلدي اللي ربيناه على يدينا، بمعنى شي حاجه اللي ب100% اورغانيك. البصله كما كتشوفوا طحنتها، درت الثوم زعفران الملحه والتوابل والبهارات ديال الرفيسه. غادي نرقدهم مزيان، غادي ندير معاهم اكيد الحاجه اللي ما كتخطانيش نهائيا واللي هي السمن البلدي. بالنسبه للسمن البلدي البنات هذا ديال المغرب صراحه جابته لي الوالده، ولكن ناويه مستقبلا ندير معكم فلوغ كيفاش ديروا السمن البلدي بالزبده ميريكانيه 100%، ولكن غتجيكم شي حاجه اللي روعه وواعره ان شاء الله. غادي ندير معكم مستقبلا. كما كتشوفوا البنات درتو هنا في الكوكوت هو الاول اولا في الطنجره الكهربائيه باش يطيب ليا دغيا، لان الدجاج البلدي كما كتعرفوا كياخذ طياب. حتى شحرته مزيان، عاد درت عليه زيت الزيتون، قوت مزيان زيت العود لان الرفيسه كتبغي زيت العود. بالنسبه للعدس رقدته مزيان في الماء، من بعد عاد غادي نغليه واحد شويه باش تحيد منه هذاك الكحوليه ولا اللون ديالو اللي كيطلق. بالنسبه للتريده البنات دارتو ليا الوالده ديالتي، عجناتو بالزعفران وبشويه المساخن باش كيجي بنين، ودرناه غير بالقمح غير بالدوريم. بالنسبه للبيض البلدي البنات هو هذا ديال الدجاجه ديالي اللي عزازين عليا، شي حاجه اللي لا استغني عنها ابدا. والبنات اللي متبعيني في الانستغرام وفيسبوك دائما كنشارك معكم اليوميات ديال الدجاجات البلديات اللي عندي والبيض البلدي. كما كتشوفوا البنات من بعد ما طاب هذاك الفروج هنايا فين درت هذاك المرق في الطنجره. بالنسبه للعدس غادي نطيبو من بعد ما صفيتو كما قلت لكم، غليتو وصفيتو من الماء، عاد غادي نطيبو بالماء اولا بالمرق ديال الرفيسه وكذلك الحلبه. من بعد ما طاب صفيتو، ولكن هذاك الماء ديالو او المرق ديالو غادي نعاود نرجعو للطنجره مره اخرى باش يطلق البنه وتجي المريقه ديال الرفيسه خاتره وزوينه. انا البنات كما كتشوفوا غادي نبدا نقدم دائما كنخوي المرق هو الاول، عاد كندير فوق منه التريد، عاد كنعاود عاوتاني نسقيه، عاد نعاود ندير التريد باش كتجي ما كتجيش ناشفه وكيوصل المرق للتريد كامل. بالنسبه للتريد انا فورته عاد سقيته. الوالده ديالتي كديروا في الفران بعض المرات ملي كترشق لها كديروا في الفران حتى كيسخن وكيتقرمل كيجي بنين حتى هو. كما كتشوفوا البنات راني كنزين دابا بالعدس وبالحلبه. كما قلت لكم رفيسه بلديه 100% بالفروج البلدي ديالنا بالبيض البلدي. ودائما كنحماق على شي حاجه سميتها اللوز، كيعجبني نديرو بالتقرميله ديالته باللذه ديالته في الرفيسه. هكا كما كانت، ولو تكون بلديه او لا بريستيج. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفلوق. كالعاده مرحبا بكم في الانستغرام ديالي وفي الفيسبوك ديالي نفس سميه USA. تما كتجيني ساهله نجاوب على التساؤلات ديالكم، سورتو البنات اللي كيكونوا عايشين في امريكا. مرحبا باي سؤال ممكن نجاوبكم عليه، ما كاين حتى شي مشكل. خليا تعليق التساؤل ديالكم، الرفيسه ديالكم، المنطقه ديالكم كي جاكم هذا الفلوق، وديروا له بارطاج فضلا اكيد. السلام عليكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.